وما أعظم الرحمة إن تجلت في أنك تنقذ أخاك من أن يعصي الله تبارك وتعالى. ومن الرحمة التعامل مع من حولنا في البيوت، فإن الغربة شيء لا يطاق، ومن جرب الأسفار يعرفها. وبعض أهل العقل يقول، وهذا والله من جيد الحكم، يقولون البنت هم ولو مريم، والدين غم ولو درهم، والغربة غم ولو ميل، والسؤال ذلة ولو أين السبيل. البنت هم ولو مريم، يعني لو كانت في عفة مريم تبقى هما، والدين غم ولو درهم، والسؤال ذلة ولو أين السبيل، والغربة هم وكرب ولو ميل عن بلادك. فأغلب من بيننا تقتله الغربة. فلو إنسانا وطن نفسه على أن يرحمه من غير أن يخدع، يرحم السائق، يرحم العامل، يرحم الأجير، يرحم الخادمة، هذا كله والله مما يقربك إلى الله. سيأتي يوم على أرض المحشر تتمنى أي عمل صالح قدمته في الدنيا يثبت الله به قدميك يوم العرض الأكبر. وما دام ما زلنا في دار عمل، فمن الجهالة أن نترك العمل ونتكل على الأمل. في الأعياد، ولا عيد في الإسلام إلا اثنان، عيد الأضحى وعيد الفطر، لو أن الإنسان توخى سائقه، خادمته، عامله، أجيرا عنده، فأعطاه مبلغا زائدا يشارك حتى يشارك الناس فرحة العيد، وأنت تحتسب بهذا العمل أنك أدخلت السرور على مسلم رجاء يوم تقف فيه بين يدي الله لعل الله جل وعلا يرحمك. لا بد أن يكون الإنسان فطنا، يعرف كيف يجني الحسنات، يعرف كيف يفر من السيئات. من كان همه كيف يقف بين يدي الله يريد من قدميه أن تثبت يوم العرض الأكبر، من كان هذا همه لن يعدم بإذن الله السبيل كيف ينجو من ذلك الأمر. أما من لم يجعل هذا الهم بين عينيه ولم يدر يوما على خلده، كيف سيكون حال وقوفه بين يدي الله؟ هذا بديهي جدا أن لا يعرف الطريق الموصل إلى النجاة. لكن من أعظم الطرق الموصلة الرحمة بالخلق. ذكر الله جل وعلا الكريم موسى وقد طوى 7 أيام من أرض مصر إلى أرض مدين، ودخل أرض مدين الله أعلم بحاله، ومع ذلك لما رأى الفتاتين عاجزتين عن السقاء سقى لهما رحمة بهما. وهذه أخلاق الرسل. قال الله جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فلما أحسن إلى الخلق أمل في إحسان الخالق. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.